ده مش حرام ده ولا حلال؟ ده ظلم ده. طب شيلهم، لو شالهم وقدامهم المستشفى وماتوا كان امر الله، انا كنت راضي بحكم الله مش راضي بحكم خلاص يا ابني انا سامحت، بس انت شلت ولادي. سوا بقى، انت كان بينك وبينه نار سوا ضرب، مش هتكلم. ان ليه الظلم دي يا جدعان؟ ده ظلم. كان معاكم في المستشفى وبيجي وكان معانا، هو اللي مال الاستيفاء في قلب الاستيفاء في المستشفى، انا ما بلغتش حاجه ولا قلت كلمه ولا عمه قال كلمه هو اللي بيخلص وبيجري. طب انا ما بكلموش عمر الواد دي مساعد الحادثه. انتوا كنتوا معتبرين في الاول ان الموضوع قضاء وقدر، والناس قالوا لكم ده طار ودخلت لوكيل النيابه بكده بسبب الكلام اللي هو بيعمله، ومش في دماغه ان هو، انا لو هو لا اعرف ان هو ما كنت كان مات، بس ما كناش نعرف. انت ما كنتش مستوعب اصلا اول ما حد كلمك قال حادثه، قلت هروح الاقي حادثه وخلاص؟ قلت هلاقي ابني متكسر هشيله واجري. ان ينعمل فيه كده يا جدعان؟ ليه الظلم ده؟ انا ما كناش متوقعين، ما كنتش متوقع ان ابني يعمل فيه كده. انت بينك وبينه حاجه، قابله وش في الوش، شوف خش على بعض بس ما تعملش فيهم كده. زوجة حضرتك والدة احمد عارفين ان هي ما بقتش تتكلم؟ مش قادره تتكلم، يعني صدمه. انا ذات نفسي انا قاعد مسؤول، انا قاعد في لحد دلوقتي بند على احمد ابني في الشقه فوق، بدخل نجي تحت الشقه فوق بند عليه، وجاي بعد شقه بقى يعني. ليه يا جدعان يعني؟ وابني الوحيد كان بيصرف عليك وكان بيساعدك، هو اللي كان بيصرف علينا، هو اللي كان شايلني، هو اللي كان عامل لي كل حاجه. اجيب منين تاني؟ اجوز الست بنات دول ازاي؟ هو اكبر واحد عندي، هو نورت البيت معانا صح، يعني عمه ابن عمه جنبه، هو كان مضلل علينا. يعني شاب لو تشوفيه، شفتوه شفناه شفناه في الصوره مع احمد زميله. يعني ظلم. طب اجوز كان بيجري معايا ويشيلني ويسيدني، واخواتي البنات 6 بنات، ولا انا راجل ولا بقبض ولا بعمل حاجه ولا دايره دخل، تيجوا على فجاه. يعني ولا بقبض ولا بصرف، وانا راجل يعني على الله، ولا في ايدي صنعه ولا في ايدي حاجه. ليه يا جدعان الظلم ده؟ ليه؟ طب كنت ضربته شيله، يمكن الواد يعيش ولا الواد يعيش. ان بتضللنا في المستشفى كمان، يعني بتقتل القتيل وتمشي في جنازته. ليه يا عم؟